حابب في الفيديو دوت اتكلم معاكم على احنا ليه بنصلي. يعني احنا ليه بنصلي عموما. اكيد في يوم مثلا سألت نفسك اني لازم اصلي في اليوم 5 صلوات الفرض، وساعات مثلا بصلي سنة. ايه فايدة الصلاة اصلا؟ وليه اصلي؟ وليه في ناس تصلي على قلبهم وفي ناس الصلاة سهلة وحاجة حلوة قوي؟ هقول لك بصراحة. اتكلم معاك بقى بالعلم وبعد كده بالدين. العلم بيقول ان الصلاة عبارة عن حاجة في العلوم النفسية اسمها تأمل ويوجا. تمام. التأمل دوت بيعمل في جسمك حاجة اسمها ان هو بيخرج الطاقات السلبية. يعني كل حاجة انت بتعملها في الصلاة بتخرج طاقة سلبية وبتدخل جواك طاقة إيجابية. في برنامج خواطر أحمد الشقيري جابها صور جسم الإنسان من بره وواحد وهو بيصلي، الفرق يعني من واحد صلى قبل الصلاة وبعد الصلاة، فظهر حاجة اسمها شكرا النور لفت حوالين الجسم كله. النور ده بقى معناه راحة نفسية ومعناه هدوء ومعناه سلام نفسي ومعناه راحة بال وكده. ده بتلاقيه في الصلاة. تمام. فطول ما انت بتصلي تحس براحة نفسية بهدوء وكل ما طاقتك الإيجابية تزيد انت تبعد عن الحاجات الوحشة. يعني تلاقي نفسك مثلا في ذنب تلاقي نفسك مش عايز تعمله، في حاجة غلط انت مش عاوز تعملها. لما تصلي بخشوع وبهدوء وبصفاء وطاقتك الإيجابية كده جسمك كله يتملي نور ويتملي طاقة إيجابية تبعد عن أي حاجة وحشة. عشان كده اتقال في قانون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهمت بقى؟ فالصلاة ديت جنة، جنة من جنات الدنيا. طول بقى بص، طول ما انت بتحب الصلاة وبتحاول تصلي بخشوع وكده طاقتك بقت إيجابية، هتلاقي نفسك اوتوماتيك بتحب الصلاة، بتحبها أكتر. كل ما انت بتعمل ذنوب أكتر وتبعد عن الصلاة وتسيب الصلاة لنفسك، الصلاة دي حاجة تقيلة على قلبك وحاجة كده خانقة وحاجة رخمة وحاجة بتعملها كده بالعافية وبتاع. فاستغفر كتير. حابب نفسك في الصلاة صلي بخشوع، اقرأ عن فوائد الصلاة بخشوع، اقرأ عن يعني ايه وضوء، يعني ايه تأمل، يعني ايه يوجا، يعني ايه طاقة نفسية وطاقة إيجابية، والصلاة بتعمل ايه في الجسم، تأثيرها النفسي تأثيرها الجسدي. وادعيلي.